بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائي عائلة النصور الاهلاوية اللي بتكبر يوم عن يوم بفضل الله. اهلا بكم فيديو جديد وصوت اهلاوي. مساء الفل. امال ايه يوحشوك يا صاحبي؟ البط الكيني والوز الاوغندي ده انت كنت معاهم امبارح يعني واول امبارح وموجود معاهم السنة اللي فاتت. لا يوحشوك والسرعة دي. هسلم لك عليهم حاضر، بس انا موسم وماشي على طول يعني. انما انت مكمل معاهم على طول. تمام، كل سنة موجود في البطولة دي. انما انا موسم واحد وبمشي. انت مكمل معاهم على طول. ده ما كانش دوري ده يا صاحبي، يعني اللي عرفتنا بيه من ساعة ما خدت البطولة. كله بياخد الدوري، ما حدش بيعمل اللي انت بتعمله ده على طول، يعني ما كانتش دي بطولة خدتها يعني. ده الاهلي بياخد الدوري تقريبا كل سنة وما بيعملش اللي انت بتعمله ده. احنا فعلا عندنا جحود في الاحتفال بالبطولة. بناخد البطولة كأننا يعني خدنا دورة رمضانية. انما انت بصراحة يعني صداع في البطولة اللي بتاخدها يعني. وطبعا مسكت لي بقى فرقة المليار. هي فرقة المليار. بس فرقة المليار دي لو كانت موجود فيها لعيبة بتخاف على الفرقة السنة دي، وموجود فيها لعيبة عندها حرقة وعندها دم للتيشيرت اللي هو لابسه، ما كنتش هتوصل حتى مركز رابع السنة دي. بس انت حظك السنة دي ان اللعيبة كلها كانت خارج الفورمة. المدرب اصلا تقريبا الفرقة بتلعب من غير مدرب. فحظك السنة دي خدمك ان الاهلي كان بالوضع ده. ما كانتش بطولة دي يا صاحبي خالص يعني. وهيرجع النسر العين بإذن الله من أول الموسم الجديد. وهترجع انت لحالتك الطبيعية اللي انت موجود عليها، الوصيف الأبدي طول العمر يعني. وهترجع حصالة كالعادة، وهترجع للبط الأوغندي والوز الأثيوبي وحبايبك كلهم. وهتبقى موجود معاهم على طول إن شاء الله يعني. بس سيبك انت، الولد زيزو ده كياد أوي، لاعب كياد أوي بصراحة. امبارح كان مع سيف زاهر وقال لك انا كنت بشغل شتيمة جمهور الزمالك ليه قبل ماتشات القمة اللي كان بيلعبها يعني. طبعا هو قال الكلام ده ما بيأثرش فيه خالص. بس انت كجمهور زمالك محروم منه، معرفش انت محروم منه ليه. لاعب هو اختار بإرادته ان هو يروح الاهلي. انت محروم منه ليه وتصطاد له كل كلمة بيقولها. بتصطاد له كل ماتش بيلعبه مع الاهلي. محروم منه ليه؟ انا مش عارف بصراحة. اللاعب اختار بإرادته ان هو يجي الاهلي. ايه اللي حرقك من زيزو؟ انا ما اعرفش. وكل ماتش بتنزل بتصطاده هو وامام عاشور بالاخص الاتنين دول. لان هو سابك ومشي. هو عايز يروح فريق بطولات معلنا من الموسم اللي فات ده يعني. بس انت عارف ان مستوى الاهلي كل سنه في البطولات بيبقى عامل ازاي. فانت مش عشان بطوله دوري خدتها السنه دي يبقى انت كده خلاص بطل العالم يعني. لكن في حاجه انا لوم عليها زيزو امبارح في الحلقه بتاعته، ان هو اتكلم على موضوع ان زمايله يعني في الفريق، ان في ناس بتبقى مختفيه طول الموسم وبتطلع تتألق في اخر ماتشين فالجمهور بيصيطها والكلام ده. عيب يا زيزو لما انت تطلع تقول الكلام ده على زمايلك. يعني انا عارف ان انت بتتكلم على مين؟ على حسين الشحات، لان هو ما كانش بيلعب. حسين الشحات احنا عارفين طبعا هو ما كانش بيلعب ليه، المدرب هو اللي ما كانش بيلعبه. لان حسين لو بيلعب من بداية الموسم كان هيبقى من نجوم الموسم السنة دي. بس هو من حظه الوحش ان موجود مع مدرب بيكره، ما تعرفش، ما بيحبش طريقة لعبه. وهو اضطر انه يلعبه في الاخر، موضوع اضطراري. لما ليه اللعيبة مصابة واللعيبة ما بتأديش خالص. فهو اضطر ان هو يلعبه. بنستناكم ان شاء الله في الموسم الجديد. زيزو وامام عاشور والشحات وتريزيجيه والفرقة كلها تقدموا موسم كبير ان شاء الله مع الاهلي. في حاجة عايز اتكلم عليها برضو، غلاف مجلة الاهلي اللي هو كان اول امبارح. ما ينفعش بصراحة ولا يليق بالاهلي ان يطلع غلاف للمجلة بالشكل ده. ما يليقش بيك كمجلة ولا يليق بيك كنادي يعني. ان انت تطلع مجال صورة المجلة بالطريقة دي. ما تليقش بيك خالص يعني. ولا تحط في دماغك اصلا كلام اعلاميين الزمالك او لعيبه الزمالك القدامى اللي بيطلعوا بيقولوه يعني. هما دول يعني فيران بتطلع من الجحور.
بتطلع كده كل زي ما قلنا مرة كل 10 سنين في بطولة بياخدوها بطولة دوري. فانت ما تحطش في دماغك الكلام ده خالص، وما ينفعش صورة المجلة تبقى طالعة بالوضع ده خالص، يعني ما تليش بيك كنادي. طيب الحاجة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها برضو موضوع عقد يسترو مدرب النادي الأهلي. مدرب النادي الأهلي قال لك إيه؟ قال لك يسترو مفيش في عقده شرط جزائي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الراجل ده كده قاعد في أرابيزك خلاص للموسم اللي جاي، وهيضيع لك طبعا الموسم اللي جاي، وهيطلعك برضو موسم صفر زي السنة دي. العقد الكارثة اللي اتعمل لازم يتشاف له حل، لان الراجل ده لو كمل معاك الموسم اللي جاي هيطلعك موسم صفر برضه. فازاي العقد طلع اصلا ما فيش فيه شرط جزائي كمان؟ دي في حد ذاتها برضه كارثه. فلازم الموضوع ده يتشاف له حل، والراجل ده ياخد 3 شهور 4 شهور، وتبتدي تجيب مدرب جديد بقى. وطبعا في نهاية الفيديو ما تنساش تخبط اللايك المتين، وتعمل اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.